استغاثة لسيادة محافظ الغربية سيادة اللواء أشرف الجندي. أنا محمد عبد الخالق محمد فتوح من قرية كفر سالم النحال التابعة لمركز محافظة الغربية. أنا كنت راجل شغال كان مسلح زي أي شاب مواطن مصري بكافح، وقعت وصلت في شارع الرباع بقالي 10 سنين بالوضع ده. كنت باخد تكافل وكرامة من وزارة التضامن. يا سيادة المحافظ وقفوا التكافل والكرامة بتاعه، وقفوا القبض بتاعه. أنا مستغيث بحضرتك بعد ربنا يوقفوا قبض ليه؟ أنا راجل ما عنديش دخل خالص. انا راجل كان جيت يوميتي، حتى اليوم اللي انا رحت فيها ما خدتهاش، يعني اليوم اللي رحت فيه ما خدتوش. يوقف يوميتي بناء على ايه؟ انا راجل لا عندي عربيه ولا عندي ارض زراعيه ولا عندي اي حاجه خالص اصرف منها، اي دخل اصرف منه. يوقفوا قبض بناء على ايه؟ انا راجل يا سياده المحافظ بستغيث بحضرتك بعد ربنا، واستغيث بوزاره التضامن، واستغيث برئيس الجمهوريه. انا ما بطلبش من المستحيل. يوقفوا قبض بناء على ايه؟ انا راجل ما عنديش دخل تاني، انا واقف اسند الزير. انا راجل بحتاج مستلزمات طبيه كل شهر، وبحتاج محفظات ومفارش وعلاجات. يا سياده المحافظ انا بستغيث بحضرتك، انا اعتبرني ابنك يا سياده المحافظ. ليه بتوع الشؤون يوقفوا قبضي بناء عليه؟ يوقفوا